أكلة متكاملة جميلة جدا، وبسيطة وسريعة. يا ريت تكملوا معايا الفيديو للآخر عشان تعرفوا أنا عملتها إزاي. يعتبر أكلة التفريزات، جميلة جدا. يا ريت تفضلوا معايا بقى في الفيديو عشان تعرفوا الطريقة بالظبط. صينية خفيفة وجميلة وطعمها حلو قوي. ويا ريت ما تنسونيش بقى في بداية الفيديو بسبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. أكلة خفيفة وجميلة. يلا بينا بقى على الفيديو عشان تشوفوا عملتها ازاي. هنبتدي بقى يا حبايبي، هنقول مقادير أكلتنا. مقاديرها حلوة قوي، يعتبر أكلة التفريز زي التورلي، بس احنا فيها حاجات كده يعني بنزود عليها إضافات. الخضار اللي انتوا شايفينه ده أكتره متفرز، يعني بنعمل الحاجة الموجودة عندنا، يعني حبات صغيرة من كل حاجة. هنبتدي بقى نقول معانا بصل طبعا مفروم او قطعيه حلق براحتك، معانا طماطم مكعبات حبيتين كده، معانا لحمه مفرومه نص كيلو، انا عامله نص كيلو، عاوز تعملي ربع براحتك اللي يريحك. معانا جزر برده متفرز، معانا فاصوليا، معانا كوسه كان فاضل مني كوسه فرستها، معانا بتنجان مقشراه ومقطعاه مكعبات، معانا بطاطس مكعبات برضو، معانا فلفل اخضر. لو حابه تحطي بسله حطي، اي خضار عندك متوفر حطيه. الاكله دي قابله لكل حاجه وخفيفه في الصيف وطعمها جميل جدا. هنبتدي بقى نقول بسم الله. ننزل اول حاجه اللحمه، لو عندك لحمه مكعبات عادي هي بتتعمل بلحمه مكعبات، تقطعيها صغيره مكعبات عشان ما تاخدش سوا، بس انا ما كانش متوفر عندي مكعبات، عندي لحمه مفرومه هعملها برضو وهي نفس الطعم. معانا الفلفل، تحطي المقدار اللي انت عاوزاه منه. معانا الطماطم، هي طبعا الالوان فيها جميله حلوه قوي تفتح النفس صراحه. معانا البصل، معانا طبعا الجزر، الفاصوليا الخضراء، انا بحط حبات وهقسم على صينيه تانية. طبعا البطاطس اهم حاجه، البتنجان بس. وهنمسك الكلام ده كله بقى نقلبه. قبل ما نقلبه نحط البهارات بتاعتنا بقى، البهارات المتوفره عندك هتحطيها، بهارات فلفل كمون كزبره، البهارات بتاعتك اللي انت بتحبيها ومتعوده عليها. مكعبين ماجي طبعا يعلوا الطعم شويه، لو انت مش حابه تحطي ماجي براحتك. هي اللحمه بتنزل الصوص بتاعها بتدي طعم حلو قوي. هنحط الملح بتاعنا طبعا، ونراعي ان احنا حاطين شوربه ماجي. وهنحط البهارات، اي بهارات عندك. انا على فكره وانا فاصله الكاميرا حطيت الكوسه، كنت نسيت احطها عشان افكركم بس باي خضار عندي. البهارات قلنا طبعا اللي تفضليها بس كده، وهنقلبها. هي كفايه الالوان بتاعتها صراحه حلوه قوي. ما بتاخدش منك وقت خالص. بس كده هنعمل الصوص بتاعها بقى. هنبتدي بقى نعمل الصوص بتاعها. هنا طماطم مضروبه في الخلاط، انا بحب اعمل طماطم في موسم الطماطم صراحه. ممكن تجيبي صلصه وتحطيها، بس انا بحب الطماطم. هحط عليها معلقه صغيره توم. ممكن على فكره التوابل كنت تعمليها مع الطماطم براحتك عشان تدوبي كل حاجه، بس انا قلبتها اسهل لك يعني. وهنحط عليها زيت، عاوز تحطي زيت زيتون تحطي الزيت اللي انت عاوزاه. هي اكله خفيفه
خفيفه خالص بزيت بس، وني في ني يعتبر، في اكله خفيفه قوي في الصيف وجميله قوي ومغذيه للولاد. هنقلبها كويس وبعدين هنوزعها على الصينيه كلها. هنقلبها بقى خالص. الالوان بتاعتها صراحه حلوه، مطلعه ريحه عليا دلوقتي جميله قوي. البهارات بتاعتها بقى مع الزيت مع كده تعمل ريحه جميله قوي، وما تستوي بقى طعمها حلو قوي. بنصحكم ان شاء الله تجربوها كده، ويا ريت بقى ما تنسونيش بسبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. دلوقتي بقى في معاكي خطوتين هقولك عليهم. يا اما نغطيها بورق فويل وندخلها الفرن، هتقعد معاكي وقت اكبر شويه، هتقعد يجي ساعتين او اقل شويه عشان ده لحمه مفرومه، انا كنت بعملها بلحمه مكعبات. يا اما تحطيها على عين البوتاجاز تغلي تبقى نص سوا، بعد كده تاخديها على الشوايه. انا في اكتر الاوقات بعملها كده بتبقى سريعه معايا، بس براحتك. انا دلوقتي هسويها. وده يا حبايبي اكلتنا بعد ما استوت. انا التليفون كان واقف شويه معلش. اكله متكامله، وده الرز المفلفل عملته جميل جدا، واكله خطيره مستويه ودايبه، واللحمه المفرومه طعمها جميل قوي فيها. يا ريت بقى يا ريت بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات رايكم في الاكله دي. طعمها حلو قوي، مستويه جدا. وادي الرز مفلفل اهو. انا قلت كل حاجه في الفيديو. رز جميل ما شاء الله. يا ريت بقى تتابعوني في الفيديوهات الجايه. عندي افكار حلوه، وعندي على القناه بتاعتي فيديوهات جميله قوي. يا ريت تتابعوني بقى، وما تنسونيش بسبسكرايب ولايك. واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وده يا حبايبي بقى الفيديو القادم ان شاء الله. حبيت برضو اوريهولكم ان شاء الله عشان تتابعوني فيه. عامله كيكه بالزبادي هشه وجميله طريه فعلا. يا ريت تتابعوني في الفيديو ده وتشوفوني عملتها ازاي. فيديو يستحق التجربه والمشاهده. حلوه قوي. انا بقطعها معاكم عشان اوريكم جمالها. عاملاها بالفواكه الطبيعيه، الفروتة المسكرة اللي انا عاملاها على القناة بتاعتي، وهسيب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف المقادير، اللينك بتاعها اسفة اللينك. انا هقطعها واوريها لكم، بس انا بعملها كده عشان تتابعوني في الفيديو الجاي ان شاء الله، تعرفوا انا هعمل ايه. شايفينها جميلة ازاي؟ الفواكه فيها باينة جميلة قوي، الفروتة المسكرة وطرية، الزبادي مديها طراوة خطيرة صراحة. فعاوزاكي تتابعوني فيه عشان ده فيديو مهم. شايفين انا بوريكم الطراوة بتاعتها، طعمها حلو جدا. يا ريت تجربوها وتقولي ايه رأيكم. عاوزاكم تسيبولي رأيكم في الكومنتات. وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتظراكم في الفيديو بتاعي.